يلعب سريعا الى الكابتن اسامه هوساوي. نقطه اخذت من نادي النصر باعتبار النصر كان متقدم، بالتاكيد بان الهلال كما كان واضحا في المستطيل الاخضر سيطر على مجريات المباراه في شوطيها الاول والثاني. كيف شاهدت انت كلاعب في داخل الملعب المباراه اليوم؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. فعلا يمكن بدايه المباراه احنا مسيطرين على المباراه، جات الهجمه الوحيده او يمكن غلطه مننا جاء البلنتي، وحاولنا ما كان لنا نصيب، حاولنا وجبنا التعادل الحمد لله. ولكن هذه الكره تعرف يمكن بعد خروجنا من الآسيوية ومباراة ديربي بتكون يعني النفسيات شوية صعبة، ولكن اليوم بالعكس شفنا يعني الكل اتوقع انه ما حنظهر بهذا المستوى، بالعكس تخطينا المرحلة اللي راحت، وشفت اليوم يعني قدمنا مباراة حلوة ولكن ما كان لنا نصيب فيها، واهم شيء انه المباراة انتهت بروح رياضية وكل خير ان شاء الله. مزعج ان يكون الهلال متقدم مسيطر على الكرة وفجأة يجد هدف بمرماه بسبب خطأ دفاعي. والله شوف هذه الكورة يعني دائم تكون تهاجم، يمكن النصر قاعد يلعب اليوم على المرتدات، يعني اخطاء بسيطه تحصل، هذا عالم الكره. ولكن زي ما قلت لك احنا اصلا ما كنا بعيدين جو المباراه، كنا في جو المباراه حتى يوم جاء الجول، وحاولنا يمكن توفق الحارس عبد الله شوي. السؤال اسامه، تقول كنا في جو المباراه، عاده الفرق السعوديه حينما تخرج من كاس اسيا يكون هنالك فتره تذبذب في المستوى، انخفاض في الطموح، انتم دخلتم في المباراه ووضعتم الفوز نصب اعينكم، كيف خرجتم من اجواء البطوله الاسيويه؟ انا اقول لك يمكن اول شيء نعتذر لجمهورنا صراحه اللي جو هذيك المباراه واحرجونا وملوا الملعب، يمكن 70,000 متفرج، يعني يمكن كان اقل شيء نقدم لهم بطوله اسيويه، لكن الله سبحانه وتعالى ما اراد، كان ودنا نهدي هذه البطوله لهم، كان ودنا نحقق طموح رئيس النادي الامير عبد الرحمن المساعد واعضاء شرف النادي، ولكن في النهايه هذه كره القدم لازم نتقبل الواقع اللي يكون فيها. بعد المباراه على طول تجمعنا احنا كلاعبين في غرفه الملابس، تكلمنا ننسى هذه المباراه بخيرها وشرها، لا تنسى انه امامنا ديربي، مباراه مهمه، يمكن لو انهزمنا في هذه المباراه الامور بتصعب علينا، الامور في صالحنا، فارق النقاط ايضا لنا، والحمد لله زي ما شوف ثاني يوم حصل اجتماع في النادي، والحمد لله داركنا الوضع برضه، نشكر صراحه جمهورنا، يمكن ما توقعنا انهم يحضروا بهذه الكثافه. وصل الجمهور اسامه، جمهور النصر يعني كانت هنالك هزيج ضدك، وايضا جمهور الهلال كان ايضا يحمسك ويساندك لربما اكثر من الهلال في هذه المباراه، كيف تفاعلت مع الجمهور؟ والله احب احيي الجمهور، يمكن بعد المباراه اللي راحت الجمهور، تعرف الجمهور عاطفي دائما، وقت الهزيمه يحاول يلوم اللاعبين، ما تلوم الجمهور صراحه، يحضروا ويشجع من كل قلبهم، يدفعوا من جيوبهم، ولا تنزل مسافات، واللي عندهم دوامات ومدارس، فاحنا كلاعبين ما عندنا اي مشكله، بالعكس على راسنا اي ملام الجمهور يلومنا، من حقه انه يلومنا، وصراحه نحب نشكرهم اليوم على حضورهم، هذا ما كان متوقع، لاني كنا في النادي، جانا احد الاخوان يمكن من القناه الرياضيه يقول لي جمهور ما حضر، قلت له لا بيحضر، وفعلا الجمهور حضر يمكن اكثر من جمهور النصر، نقول لهم الله يعطيكم العافيه، وطالما انتم ورانا وتساندونا ان شاء الله ما راح نخيب ظنكم، وراحت البطوله الاسيويه مو نهايه المطاف، امامنا بطولات قادمه، لو قلنا نبي نفكر بطوله اسيويه بتروح علينا كل البطولات، لسه بعد شهرين بنرجع، 3 شهور بنرجع من جديد التصفيات الاسيويه. العام خرجنا من دوري 16، السنه من دوري 4، ان شاء الله خير لنا، يمكن هذا خبره جديده، يمكن اول مره كلنا نلعب هذه المباراه، نستفيد ونوصل للنهائي، وان شاء الله نعوضها لهم باذن الله. شكرا لك. عفوا. شكرا للكابتن.